بدي اقول لكم شيء، ما اعرف شنو صاير وياي، بس صايره مدمنه فوتبول. ما اعرف اذا هو تاثير كاس العالم. حرفيا اذا اقعد اشرح لكم عن الفوتبول هسه اقدر اسوي لكم دوكيومنتري. فتره قصيره احس عرفت كل تفاصيل مو كلها، بس انه كلش دا احب الدراما اللي تصير. مثلا هسه دا اتفرج على دراما منتخب الباراغواي مع فرنسا، وشلون ظلوا يعني يضربون بيهم. وتخيلوا فرنسا اخذوا 3 يلو كارد وباراغواي ما اخذوا ولا كارد. فهسه يعني دراما بس كلش حلو. وتشوفون هيجي مثلا اللاعب الهادي اللي بحياته ما يحكي صار يحكي. تشوفون مبابي من يعصب يظل يضحك. فتعلمون اشياء انه والله هو لما اكتشف انه هم دا يستفزونه ودا يضربون بيه باللعبه صار يضحك عليهم، صار جس يضحك. He's like انتوا تكسرون بي اضحك عليكم. يعني صدق دكتاتور والله العظيم. ف كل اللي حواليه مصدومين. حتى هذاك اليوم ويا ما كنت قاعده ويا اصحابنا وكريم موجود، فكنت اسولف عن لاست وورد كاب. فكريم ذهل هيك من يمتى انت تعرفين كل هالسوالف؟ ما اعرف من شو وقت بلشت اعرف سوالف بالفوتبول، بس اقدر اقول لكم انه احبها. صار عندي شغف. يمكن كان شغف مدفون، ما اعرف اذا لازم يضل مدفون ولا كان مدفون واكتشفته. بس هذا يعطيكم درس انه اكو هواي اشغف او شغف بالحياه احنا ما نعرفهم، لازم نستكشفهم. ما بحياتي تعرف انه اني راح احب الفوتبول هالقد واصير ابحث عن البلايرز وحياتهم وشون كبروا وشون صاروا وشون مثلا بيلي. تعرفون اكو اغنيه اسمها بيلي It's a very nice song. بيلي مثلا قصته كلش حلوه يعني. المهم بس حبيت اقول لكم انه نور صارت تفهم بالفوتبول. بعدني ما افهم قوانين اللعبه، يعني قوانين اللعبه نفسها بعدني ما افهم بي. يعني بعدني ما اعرف ليش الكرت الاحمر لما تضرب احد او لما تسوي شيء كلش كبير. بس يعني كروت الصفرة الصراحه بعدها ما doesn't make sense to me. دا اتعلم وياكم يعني. بس يعني دا اعرف الهيستوري مال كل كرة القدم، دا احاول اعرفها. يعني هذاك اليوم مثلا عرفت قصة انه اوستريا، صح اوستريا اللي لعبت مع الجزائر، لا لعبت مع الجزائر. واوستريا ب 1980 something بالثمانينات سوت حركة كلش يعني سموها I think وصمة العار او حركة العار بالفوتبول، لانه اتفقت ويا I think المانيا. شوفوا اعرف تفاصيل بس ما اعرف صححوا لي اذا غلط. اتفقت ويا المانيا، انتوا ليش ظالمين؟ اتفقت ويا المانيا وطلعوا الجزائر. تخيلي. وفيفا بسبب هذيك اللعبه غيرت قانون بفيفا. شو هو؟ صار انه كلها تلعب نفس الوقت عشان ما تقدرين تحددين او ما تقدرين تتلاعبين او ما تقدرين تتحايلين. بعدين مين فاز؟ ما طلعت الجزائر يعني. بس ليه طلعت الجزائر؟ فهسه الجزائر بعد كم سنه 30 سنه ما اعرف ايش قد رجعت لعبت. يطلعون مين كان؟ ولك سمعي رجعت لعبت ويا اوستريا. ومين فاز؟ لذلك كانت كلش الجزائر؟ كلش لعبه كبيره. لا صارت تعادل، بس احسن تعادل اصلا، لانه الجزائر اوريدي عندهم نقاط واخذوا نقاط اكثر، واوستريا اي ثينك ما كان عندهم نقاط اناف. فاي ثينك يعني انتقموا خلاص. شفتوا قلت لكم صار افهم بالفوتبول. يعني اذا تردون اشرح لكم